انا عامل لك خطه بعون الله هتنقذك قبل شهر 12 ما يبدا. يعني مش عارف اعمل معاكوا ايه تاني. يعني انا يا عم المراقب منزل لك فيديوهات وقايل لك ازاي تنقذ نفسك وقايل لك ازاي تبدا وقايل لك تعمل جدول ازاي، وتيجي بعد كل الكلام ده برضه مراقب. يعني انا اعمل فيك ايه تاني؟ طيب يعني اجي لك البيت بتاعك وامسكك من قفاك اقول لك اقعد على المكتب وذاكر؟ يا جدعان حرام عليكم، يعني يا جدعان حرام عليكم، يعني يا جدعان مش كده. اعمل ايه تاني؟ طيب انا تعبت لسه بعد كل الفيديوهات اللي انا عاملها دي، وبرضه في ناس مراكمه ولسه ناس ما بدأتش. بس انا عامه مسامحك، وبعون الله لو سمعت كلامي في الفيديو ده هتخلص كل التراكمات اللي عليك قبل ما شهر 12 ما يبدأ، وتلحق نفسك وليك صاحبك في الدفعه مراكم ابعت له الفيديو ده وبعون الله هيفيده. نبدأ الفيديو، عايزك تعمل لي لايك وتكتب لي كومنت حلو يشجعني، وتحاول تشير الفيديو لاصحابك. هتكلم كلام كتير يتعبك في الفيديو ده واحفزك واقول لك ابدأ ويلا بينا والشغل ده كله. هحاول الفيديو ده اكون اعمل لك خطه فعاله وتبدأ بيها. طيب بداية الكلام كده، معنى ان انت مراكم معنى كده ان انت بنسبة 70% واخد دروس اونلاين. مش هرجع بقى اقول لك ارجع سنتر وكل الكلام ده، خلاص انت الوقت عدى وبقيت خلاص طالب اونلاين. فانت مراكم 6 مواد او 5 مواد ما خدتش فيهم دروس نهائي وما فتحتش فيهم ولا اي مادة. هل اعمل زي ما الناس بتقول وابدأ قديم مع جديد او جديد مع قديم؟ لما المفروض عليا اعمل ايه؟ انت طالب ادبي فبنسبة كبيرة ممكن تاخد جديد مع قديم، انما انت لو طالب علم علوم او علم رياضة في مواد كتيرة جدا مش هينفع تاخد فيها جديد مع قديم، زي مثلا مادة الفيزياء ومادة الكيمياء، لان اغلبية الفيزياء معتمدة على الباب الاول والتاني، فانت لو مش عارف الباب الاول والتاني ماشيين ازاي مش هتعرف تخش في التالت، فانت محتاج تاخدها من الاول خالص. طيب يا عم اسلام دلوقتي انت حيرتني، انا المفروض عليا هعمل ايه؟ انا هعمل لك جدول بسيط جدا هنحاول نتكلم فيه وبعون الله يكون كويس ليك ولاي حد مراقب. بص يا صديقي، احنا خلاص هنشد حيلنا وهنذاكر، ومش هنقول اصل احنا تعبنا، اصل ما عندناش شغف، اصل ماسكين التليفون، اصل بنضيع وقتنا. ما دام انت طالب اونلاين فانت اغلبيه اليوم قاعد في البيت. اليوم متقسم ل 24 ساعة، هتنام منهم 8 ساعات، هيبقى لك في اليوم 16 ساعة، هنضيع فيهم شوية أكل على شوية لعب على مش عارف إيه على شوية دلع، هيضيع في اليوم 3 ساعات، فهيبقى لك من ال 16 ساعة 13 ساعة مذاكرة في اليوم. انت متخيل ان انت هتعمل انتاجية عاملة ازاي لو سمعت كلامي في الفيديو؟ طبعا الكلام ده كله والثلاث ساعات اللي ضاعوا دول انت صليت فيهم الفروض بتاعتك وكله تمام. عندك حاجة من الاتنين، لو انت مش بتحب تصحى بدري وبتصحى متأخر فهتبتدي تصحى من الاول الساعة 11 الصبح او الساعة 10 الصبح وتبدأ يومك. طيب لو انت واحد بتحب تصحى من بدري فهتبدأ يومك من الساعة 5 الفجر، تنام بدري الساعة 9 وتصحى الساعة 5 الفجر. المفروض عليك انك تاخد في اليوم مادتين ومادة خفيفة. يعني ايه؟ يعني مثلا مادتين زي العربي والفيزياء، مواد تقيلة جدا ودسمة ومليانة معلومات وفي واجب هيبقى كتير. ممكن تاخد معاهم مادة خفيفة ثالثة زي مثلا الانجليزي، تاخد وحدة انجليزي او درس من اي يونت في الانجليزي. انك هتدي العربي 4 ساعات حصة ومراجعة وبتذاكر وبتحل الواجب وكل الكلام ده، وهتدي 4 ساعات زيهم للفيزياء برضو نفس الكلام، هيبقى لك اكتر من 5 ساعات قاعد بتذاكر الانجليزي. نزل لك فيديو ازاي تذاكر الانجليزي بسهولة وازاي تحفظ كلمات الانجليزي باسهل الطرق. فانت هتمسك جدولك وهتقسم ال7 ايام بتوعك او ال6 ايام بتوعك زي ما انا بقول لك. ال 13 ساعة مذاكرة واحد هيحسبها على حسب بداية صحيانه، هيصحى الساعة كام وهيبدأ من اول الساعة كام. طبعا هتصحى وهتبتدي في اول مادة تخلصها، تخش في تاني مادة مراقمها وتاخد بعديها درس بسيط. تقول لي طب دلوقتي ما هم مدرسين ماشيين في الجديد وانا ما اعرفش فيه حاجة وكده هيسبقوني. هقول لك انت مراكم دروس وابواب فلازم طبعا يسبقوك، بس انت لو استعجلت من نفسك وقبل 12 ما يبدأ خلصت المتراكم اللي عليك كله ودخلت في الجديد، الدنيا معاك هتتظبط وهتشد حيلك. اما لو الشيطان هيقعد يقنعك ويقول لك لا مش هتلحق والمدرسين هيسبقوك ومش هتلحق ومش تعمل الكلام ده كله، مش هتبدا وهتضيع عليك السنه. احنا عايزين نبعد عن دماغنا خالص فكره تاجيل السنه دي، لانها خلاص بقت امر منتهي. معنى ان انت دخلت الفيديو ده وهتسمع كلامي ان شاء الله مفيش تاجيل سنه. يبقى احنا دلوقتي خلصنا اول يوم خدنا فيه مثلا درس عربي متراكم علينا سواء نحو سواء اي حاجه، وخدنا درس تاني فيزياء. طيب تاني يوم هعمل فيه ايه؟ كذلك الامر، هاخد ماده تقيله ومادة برضو تقيلة زيها ومادة خفيفة بعديها. يعني مثلا هاخد الكيمياء وهاخد معاها درس رياضة لو أنا في رياضة، واختم بحاجة بسيطة برضو من وحدة انجليزي. كده خلصنا مثلا تاني يوم. وكل الحاجات دي انا بضرب لك امثلة، انا عايزك تبدأ بالمواد السهلة. تالت يوم لو انت علم علوم هتاخد مثلا الاحياء ومعاها مادة كمان تقيلة، تاخد في الاخر درس انجليزي. يعني ممكن تاخد احياء وعربي، احياء ودرس كيمياء تاني، احياء ودرس فيزياء،
زي ما تحب، واختم بدرس الانجليزي. ذلك الامر باقي الاسبوع، تاخد في اليوم درسين تقال ودرس خفيف. طيب لو في ناس هتقول لي انا مش هقدر اذاكر الدرس الخفيف ده، هقول لك خلاص هتخلي له يوم تاني لوحده الدرس ده تذاكره، سواء انجليزي سواء اي ماده انت شايف ان هي خفيفه وبتحبها وبتعرف تذاكرها كل يوم عادي، ما عندكش مشكله. شرط تكون انجليزي، انت شايف ان في ماده اسهل منها بالنسبه لك، ليها في اليوم ماده خفيفه ومش هيجرى حاجه. انا كاتب لك تحت في الوصف بتاع الفيديو ده ازاي تقسم الاسبوع، وهكتب لك كل يوم تعمل فيه ايه، ولو بادئ من الساعه 10 الصبح تعمل ايه، ولو بادئ من بعد الفجر الساعه 5 تعمل ايه بالظبط. حاجه هتلاقيها في الوصف بعون الله في الفيديو، وهتلاقيني كمان سايب لك جروب التليجرام بننزل عليه حاجات مهمه جدا بعون الله تشترك فيه وهيفيدك. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. لو احتجت اي حاجه اكتبها لي تحت في الكومنتات وبعون الله افيدك. ربنا يا رب يوفقكم وتحققوا نفسكم فيه. السلام عليكم.